رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كبيرة متسجلة في البورصة قيمتها مئات المليارات علشان يرضي ضغط أمه اللي عايزاه يتجوز. قرر يتجوز متدربة شغالة في شركته، بس بعد الجواز على طول اكتشف إن مراته مش بس غرقانة في ديون، لكن كمان عندها 2 من قرايبها محتاجين فلوس علشان يصرف عليهم. الموضوع ده خلى الرئيس يندم جامد، فلما البنت سألته عن شغله هو خبى هويته الحقيقية وقال لها إنه مجرد دليفري بياخد 2000 في الشهر على أمل إنها تحتقره وتطلب الطلاق بنفسها. لكن المفاجأة الكبيرة إن بعد ما عرفت كده البنت ما بصتش له نظرة وحشة، بالعكس أصرت إنها تشتغل معاه وتكسب فلوس سوا. إنما البنت كان ليها شرط، اللي بياخد مرتب اقل هو اللي يعمل كل شغل البيت. تاني يوم الصبح وهي رايحه شغلها سلمت له $1000 وقالت له دول مصاريف الشهر، خلي بالك من البيت واعملي الاكل والغسيل. بعد ما مشيت الرئيس اتعصب ورن على مساعده وقال له يجي يعمل شغل البيت مكانه، وهو نزل على الشركه. بس اول ما دخل المبنى اتفاجئ بمراته داخله هي كمان. خاف تتكشف هويته فخبى نفسه تحت الريسبشن وما طلعش غير لما مشيت. دخل مكتبه وفكر ان وجودها في نفس الشركه هيكشف امره. على طول نادى السكرتيره وقال لها ينقلوها على فرع بعيد ويشوفوا شغلها عامل ازاي. لكن السكرتيره قالت له ان شغلها فوق المتوقع وان مرتبها هيرتفع ل $20000. هو افتكر ان مرتبها دلوقتي اصلا 8000، ورغم كده خلى هو يعمل شغل البيت بكل فخر. فقال لنفسه لو بقت 20000 هتعمل فيا ايه كمان. وامر السكرتيره تفضل متدربه ويتنقل شغلها على الفرع. البنت اول ما عرفت انها مش هتتثبت وكمان هتتنقل اتعصبت جدا وقررت تواجه الرئيس. وقتها الرئيس كان بيفكر ازاي يخلص نفسه منها، وفجاه وهو رافع عينه لقاها داخله مكتبه. بسرعه جرى تحت المكتب وغطى وشها بالجاكيت.